أهلا بيكم وحلقة جديدة من شخصية مؤثرة. حلقتنا عن أسطورة الكوميديا وصاحب أشهر إفيه. يا اخواتي فكوا عقدتي يا رب. حظك كده يا حميدة، هنعمل ايه المعاديم اللي جايين بالليل؟ نكتب كتاب عزيزة وخلاص. مش ممكن بنات يخشوا الا مع بعض. انا قلت كلمة وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا. حنفي مفيش حنفي، انا قلت نكتب كتاب عزيزة يعني نكتب كتاب عزيزة. حنفي. خلاص تنزل المرة دي، انما اعمل حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل ابدا. عبد الفتاح الأسري من مواليد حي الجمالية، اتولد لأسرة ثرية ووالد كان بيعمل في تجارة الذهب. درس في مدرسة الفورير وأتقن اللغة الفرنسية واتكلم أكتر من لغة. اشتغل بالتمثيل ضد رغبة والده واللي هدده بالحرمان من الميراث، وانضم لفرقة جورج أبيض المسرحية. وفي واحدة من العروض التراجيدية الجمهور ضحك وطردوا جورج أبيض بعد ما ضربوا بالقلم، وبدأ مشواره في السينما. واشتهر عبد الفتاح الأسري بقامته القصيرة وشعره الأملس وعينيه اللي أصابها الحول، وكان له طريقة مميزة في الكلام وارتداء الملابس. دايما أدواره كانت صديق البطل أو السنيد بلغة السينما. ومن أهم أعماله المعلم بحبح وابن حميدو وسكر هانم والأستاذة فاطمة، ووصلت عدد أعماله ل160 فيلم. اتجوز من سيدة خارج الوسط الفني كانت بتتمتع بالجمال ووثق فيها جدا، وكتب لها كل ما يملك وطلبت الطلاق. واتجوزت من شاب صغير، ومع صدمته كبر سنه حالته النفسية اتدهورت. وفي واحدة من مسرحياته مع إسماعيل ياسين قال بصوت مرتجف: أنا مش شايف حاجة، أنا عميت. وأغلقت الستارة وخدوا إسماعيل ياسين للمستشفى، وأكد الأطباء إنه فقد بصره نتيجة ارتفاع نسبة السكر، ورجع يعيش في غرفة في بدرون بعد ما طردوا صاحب المنزل من الشقة اللي استولت عليها زوجته. توفي في 8 مارس عام 1964 بعد رحلة مع المرض والوحدة. رحمة الله على الضاحك الباكي عبد الفتاح الأسري. لهنا خلصت حلقتنا، استنوني مع شخصية مؤثرة جديدة. كنت معاكم أنا مروة صالح.